تلت ساعة هندوق كوبيبتنا. روعة، أكلة كاملة متكاملة. سخنة مولعة. وده كان غدانا النهاردة، يا رب يعجبكم. والنهارده بقى هنتغدى ايه؟ هنتغدى الكوبيبة الغمراوي، ودي بقى مشهورة شهرة الأعلام الدولية، وهي فعلا أكلة حلوة ولذيذة ومغذية. هي فيها لحمة وفيها البصل وفيها الثوم وفيها الخضار شبت كزبرة بقدونس، فيها التوابل. ممكن تعملي جنبها لحمة، ممكن تعملي جنبها فراخ، ممكن تاكليها كده بس. فهي فيها كل حاجة، وممكن كمان بعد ما تعمليها تحطيها في الصلصة. هنجهز اللي هنحطه لها في الحلة. بقى معاكي شوربة. هنقطع البصل كده جوليان، نحطه في الحلة من تحت. هنا خلصنا البصل، هندخل على الطماطم. طبعا هنشيل الحتة دي الأول، دي طبعا مرمية. بصل حامي، البصل حامي قوي. هنا البصل والطماطم اهو، نحطهم تحت. انا معايا الكبيره كنت مجهزاها وعاملاها في الفريزر، طلعيها بقى في اي وقت. هكتبلك في صندوق الوصف، ومره تانية هعملها معاكي من الأول. هنرصها نخليها على البصل والطماطم، ونكون مجهزين معانا الشوربه. هنا كده احنا رصينا الكوبيبه بتاعتنا، تحتها طبعا البصل والطماطم، وقلنا الكوبيبه رز ولحمه، والخضره اللي هي شبت كزبره بقدونس، كمون ملح فلفل وبس. ومجهزين شوربتنا، وهكتب لك برده المقادير تحت، وفي يوم تاني نعملها في المساء. شغل العين بتاعتي. انا معايا الشوربه بتاعتي جاهزه، دي جاهزه معايا من امبارح، كانت شوربه لحمه. لو انت بقى ما عندكيش شوربه ما تخافيش وما تقلقيش. بصي بصلايه، يعني بصل مفروم، وحطي معايا معلقه صلصه ومعلقه سمنه حلوه والميه ومثلا قرص ماجي لو حابه. مفيش، هو البصل والسمنه ومعلقه الصلصه في الميه والملح بس. كتري يعني، خلي معلقه السمنه حلوه، هتعملي معاكي احلى شوربه من غير ما يبقى عندك شوربه. هي المفروض الشوربه تغطيها، فاللي معايا دول طلعوا قليلين، انا هعمل لها حبه مرقه صغيرين ازود بيها الشوربه دي، ان المفروض الميه تغطيها وكده. هنا خلاص زودنا المرقه وخليناها غطت الكوبيبه، هنغطيها. طبعا المرقه اللي احنا حطيناها كانت مغليه، يعني كانت سخنه، مش بنحطها عليها بارده. هنسيبها بقى المرقه عليها تغلي مع بعض كده 10 دقايق، ونوطي عليها، ومتاخدش ربع ساعه تكون استوت ان شاء الله باذن الله. واكله يعني تكفي 100. جربي الاكله الكوبيبه دي من التراث الغمراوي بقى، مهما حد قلدها ما بيعرفوش، حتى يعني تطلع معاهم ماشي، بس هي الاساس بتاعها غمراوي. طبعا هقول لكم على التكات والحركات في فيديو تاني بتاع الكوبيبه الغمراوي، لان هي لها البون النحاس، ولها معرفش لسه بيدوقوها فيه ولا لا، بس في كذا حاجه كده لهم هم بيعملوها عشان تطلع ايه تمام، ويبقى ليها مطه كده في الاكل. الف صحه وهنا للي هتعملها وتجربوا، وقولوا لي رايكم فيها لما تعملوها.